السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة صينية البطاطس بالفراخ. حاجة كده عسل ما شاء الله، وحاجة اقتصادية وعلى قد الايد، وفي ثانية هتعمليها في نص ساعة وانتي واقفة في المطبخ، مش هتاخد منك وقت خالص. ومقاديرها بسيطة جدا، وحاجة كده ما شاء الله عسل. والتسوية عاملة ازاي، وشكل صينية البطاطس تحفة. وبرز عادي، مش رز كبسة ولا حاجة، ولا هتكلفي نفسك. حاجة كده جميلة جدا. هتحبي ان انت تعمليها كل يوم من سهولتها والبساطة بتاعتها. بصوا هنا الرز ما شاء الله عليه عامل ازاي، مفلفل وجميل جدا. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. اول حاجة عندي هنا صينية حطيتها على نار عالية وسبتها تسخن شوية، ونزلت عليها هنا بمعلقة سمنة بلدي ومعلقتين زيت. هنحط فيهم هنا معلقة فلفل اسمر، وهنحط معلقة 7 بهارات، وهنحط معلقة ملح. هنسيبهم كده بس يتشوحوا في السمنة والزيت كده. وهننزل عليهم هنا بالفراخ، انا غسلاها ونقعاها ومصفياها. هنديها صدمة على نار عالية، مش هنوطي عليها عشان الفراخ ما تجيبش مية. نديها صدمة هنا عشان نحبس السوائل جواها. وهنا عندي صينية هكون عاملة 3 بطاطسيات كده، مقشراهم وعاملاهم حلقات وغسلاها كده وجميلة. هنزل عليها بقرنين شطة، وهنا بصلاية معمولة طرنشات. هنزل عليهم هنا بمعلقة ملح ابيض ومعلقة فلفل اسمر وشوية سكر. هقلبهم بقى كده في بعض كويس، لان لما بدعك البصل بالفلفل الاسمر بينزل ميته كده وبيدي ريحة جميلة جدا للاكل. فهنا تدعكي المكونات دي كده في بعضها كويس. هنزل هنا عليها بمعلقتين كده 3 زيت، عشان البطاطس تكون بتلمع كده واخده لون حلو. عندي هنا الفراخ بعد ما اديتها صدمه، اديتها لون بس ما سويتهاش. هروح رصها على وش الصينيه كده، حسب بقى الكميه اللي عندك، قطعه قطعتين حسب ما انت عايزه. يعني حاجه كده عشاء سريع. ولادي قالوا لي احنا جعانين عايزين حاجه كده اكل سريع كده، فقمت عملت لهم صينيه البطاطس دي في نص ساعه، هي والرز. كانت عسل. وعندي هنا حوالي نص كيلو طماطم فرماه ومصفياه، وحط عليه قطعه بنجر زي ما احنا متفقين. اي طماطم بحط عليها قطعه بنجر، بتديها لون وطعم جميل جدا ومغذيه. وبنزل هنا بكوبايه ميه علشان ديت اللي هتسوي البطاطس. بقلبهم كده في بعض كويس. وفويل هنا واروح مغطيه الصينيه واعمل بيها فيها خرم بس كده بالسكينه عشان البخار يطلع منها. واحطها على البوتاجاز لمده نص ساعه، وبعد كده ادخلها تحت الشوايه تاخد لون، هتبقى عسل. وحاجه ما خدتش منك وقت خالص. هنا عندنا الصينيه اللي حمرنا فيها الفراخ، اديناها صدمه. مش هنغسلها ولا حاجه، هنحط فيها نص معلقه ملح ابيض ونص معلقه فلفل اسمر، وعندنا نص معلقه كركم. هنشوح المكونات دي كده مطرح الفراخ، وننزل عليهم بكوبايتين ميه. هسيبهم يغلوا كده مع بعض بس 5 دقايق على ما ريحتهم تطلع. ما شاء الله عليها ريحتها جميله جدا. هنزل عليهم هنا بكوبايتين من الرز البلدي العادي. عندك رز كبسه عايزه تعمليه عادي، عندك رز بلدي براحتك. احنا بنقول هنا ابسط المكونات، يعني مش هتكلفي نفسك، وحاجه موجوده في البيت وعايزه تعمليها بالليل، عايزه تعمليها في اي وقت لولادك. يعني مش شرط بقى ان انت تكوني مجهزه. هنا بصوا البطاطس كده وهي بتغلي ما شاء الله عليها بدأت تستوي. البخار بس عامل شوية مطرح ما بشيل الفويل من عليها. ما شاء الله عليها عاملة ازاي، تحفة، جميلة جدا بصراحة. والريحة بتاعتها خطيرة جدا. هنا عندي الرز بدأ يدخل في السوا، بصوا مفلفل ازاي. هنا بتحطي كوبايتين رز مع كوبايتين مية، يعني مقدار الرز قد المية عشان ما يبقاش معجون ويطلع مفلفل كده واحدة من واحدة. بصوا هنا الصينية بعد ما دخلتها تحت الشواية بقت عاملة ازاي. والرز هنا جميل جدا وبالبهارات مطرح تحمير الفراخ كده، شكله جميل وريحته جميلة جدا. ما شاء الله شكل الصينية عسل، والتحمير بتاعها كهرمان كده احمر جميل عامل ازاي.
الله اكبر عليها. بصوا، وحاجة كده عسل مستوية كده جميلة كرمان. يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يدعمني بلايك واشتراك للقناة، وهحب اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. وما تنسونيش بقى لايك لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.